السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام في مصر وخارج مصر، النهاردة جايلكم بوصفة جديدة، وصفة البطاطا، وكلنا طبعا بنحبها. أول حاجة هنا حطيتها في الحلة وغطيتها بالورق زي أمهاتنا زمان كانت بتعمل البطاطا بنفس الطريقة كده. غلفتها كده طبعا بالورقة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب لها قد كوباية مية، نص كوباية مية اهي. هكبها كده، بلل بها الورق زي ما انتوا شايفين اهو، عشان تستوى فيها. وهنغطيها. بعد كده هنغطيها وهنقفل عليها بقى، نسيبها تستوى براحتها قد 3/4 ساعة، نص ساعة، على حسب. كده خلاص استوت معانا، طلعتها هي زي ما انتوا شايفين. واحدة دي قشرتها معايا هي، وهقشر واحدة تانية كمان معاكم عشان تشوفوها. طبعا التقشير مفهوش حاجة. بصوا طالعة مستوية وسليمة ازاي، لكنها مشوية، لان هي اخدت حبة المية اللي انا حطيتهم دي فيها، ويا دوبك استووا على حبة المية على البخار. مش طالعة معجنة ولا ملزقة ولا حاجة. الطريقة دي في ناس بتعملها بتقشرها وبتخرطها وبتسلقها، انما ان الطريقة دي عاملاها عشان ما يبقاش فيها مية، بتبقى ناشفة. انما الطريقة اللي بتتقطع وبتتسلق فيها بيبقى فيها نسبة مية، انما دي كده بتبقى ناشفة و... وبتبقى حلوة متماسكة في بعض. وزي ما انتوا شايفين كده، جبت صينية وبدهنها بالزبدة. وادي البطاطا هي حطيتها في الطبق، وهضيف عليها 5 معالق من السكر، ونقطة فانيليا تطعمها كمان، تديها طعم. وهنا جبت مكعبين زبدة في مقام معلقتين من الزبدة، وسيحتهم وحطيتهم على البطاطا كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت هرسها اهي. هرستها ما فيهاش طبعا ولا نقطة مية، ناشفة ازاي. ومعايا هنا معلقتين من الدقيق، هحطها على البطاطا، معلقتين 2 بس. وبعدين البطاطا اللي انا عاملاها الكمية دي 1.4 كيلو، هنا هحط كمان نص معلقة بيكنج باودر، او معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنقلب الخليط ده كده كله مع بعض لما الدقيق والبيكنج باودر والسكر والزبدة كله يتجانس مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنا جبت بقى معلقة زبيب على معلقتين او 3 معالق جوز، وهنخلطهم برضو معاها مع البطاطا كده. بتديها طعم للبطاطا. بعد كده هننزل بقى بالبطاطا الصينية، وهنسويها كده، نوزعها زي ما انتوا شايفين، نوزعها توزيعة حلوة كده. خلاص وزعناها اهي كده في الصينية. هنحط برضو على الوش مكعب زبدة مسيح، وهنمشيه كده على وش الصينية عشان لما ندخلها الفرن يبقى الوش عطينا تحميرة حلوة كده. وطبعا هي كل حاجة فيها مستوية. هنحطها في الفرن قد 10 دقايق كده ونولع، وبعد كده هنطفي تحت ونولع الشواية تتحمر من الوش، وبيبقى طعمها عاطي لطعم العزيزية بالظبط.
وممكن اللي عايز كان برضو يحط عليها رشة قرفة، برضو بتخليها طعمها برضو حلو. كده طلعتها من الفرن اهي، كانت سخنة. هبدأ اقطع منها قطعة كده نشوفها وندوقها كده مع بعض. شوفي طالعة متماسكة ازاي، عشان ما كانش في الاول فيها مية، لان تعتبر البطاطا مستوية على البخار على حبة مية صغيرين. كده بقى طلعنا قطعة في الطبق وهندوقها. كانت سخنة لسه طالعة من الفرن، طعمها خرافة خرافة. وكل اللي شاف الطريقة كده معانا يجربها. سلام.